الحقيقه بنتابع مع حضراتكم لقاءات حول يعني موضوعات مهمه جدا تتعلق بصحه الانسان فيما يخص الطب البديل، فيما يخص الاعشاب، فيما يخص التداوي، لكن احنا بنقول دايما ان هذه الامور لابد ان تكون من خلال مظله علميه بتكفل لنا الاحساس بالامان والطمانينه على صحتنا. الحقيقه هذه الامور التداوي من خلال الاعشاب لها يعني جذور تاريخيه من خلال الفتره العصر النبوي وما قبل ذلك يعني. والحقيقه ضيفنا العزيز بيجمع بين شقين، بين الشق العلمي كطبيب وباحث وبين الشق اللي له اصول ازهريه من جامعه الازهر، دكتور محمد رسلان، طبيب والباحث. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا دكتور استاذ عبد الله. شرفتنا واهلا بحضرتك. ويمكن حضرتك بتوافقنا الراي ان الامور ما تتاخدش كده يعني اعتباطا، لابد ان يكون هناك مظله علميه بتكفل التداوي او الاقتراح او التشخيص بالنسبه لاي امراض يعني. اسمح لي حضرتك في البدايه انا اشكرك على هذه المقدمه الجميله جدا للبرنامج والموضوع، واشكر اتاحه الفرصه لي في هذا الموضوع لاتحدث عن شق بسيط من شق الطرق الغير تقليديه في العلاج المنتشره في المجتمع العربي ككل. حضرتك زي ما انت عارف، انت اتكلمت على الاعشاب والحاجات اللي زي كده، فالموضوع ده موضوع العلاج بالاعشاب والعلاج بالحجامه والعلاج بالابر الصينيه منتشر جدا في المجتمع العربي ككل والمجتمع العالمي ككل. بس هي هنا القصه، هل نحن كاطباء درسنا مثل هذه الامور في المواد الدراسيه الطبيعيه في كليات الطب الحديثه اللي احنا متخرجين منها ام لا؟ هو السؤال لا. طيب السؤال الثاني، زي حضرتك ما قلت، ازاي نقنن، ازاي نخلي هذه ازاي نعمل لهذه الممارسات ضوابط قانونيه، ضوابط علميه، ضوابط محكمه عشان نشوف نقول للمريض ايه. انا ما لومش اي زميل او زميله بتتحدث وتقول انا ارفض هذا العلاج او ارفض الكلام حتى عن هذا العلاج. ليه؟ لانها اساسا ما درستوش. فازاي احنا هنقول فيه من غير ما ندرسه، هنقول فيه من غير ما نبحثه، هنقول فيه من غير ما نعرف ايه القصه. مهمة جدا، وهي أصل نشأة الطب وعلاقته بالنبوة. هل الطب ودراسته وعلمه وتعليمه وممارسته جاءت عن طريق الأنبياء والرسل أم لا؟ السؤال لا. هذا لأن دي أمثلة في القرآن الكريم تدلنا على أن التداوي العلاج لازم أن أنا أخذ فيه بالأسباب. احنا عارفينها، هي كل المستشفيات الحديثة اللي احنا بنشتغل فيها وكل ما احدث شيء وصل له الطب. ولكن طيب ليه بعض الكلمات او بعض الاشياء وردت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحديدا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وايه حكاية الطب النبوي دي؟ وده هيجرنا لعدة اسئلة اذا سمحت لي اقولها واشرحها. اول حاجة، الطب النبوي، هل مصطلح الطب النبوي ده صحيح من الناحية العلمية ومن الناحية الدينية؟ هقول لك أنا آسف جدا إن أنا أقول لا مش صحيح. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قالش بيه. ده بدء زي بدء. دعوا عباد الله فإن الله كما خلق الداء خلق الدواء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو أشار بالدواء، ولم يشر إن أنا جبت طب عشان تقولوا عليه طب نبوي. مصطلح الطب النبوي أولا عشان برضو المشاهدين والسادة الزملاء يعرفوا إيه هو الطب النبوي. هو مصطلح عبارة عن عنوان يشير إلى ما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن التداوي والعلاج. خدوا بعض الناس وعملوا كتاب مستقل قال إن ده الطب النبوي، ولكن هو كمصطلح لا يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بطب محدد نتبعه، ولكن جاء بإشارات معينة تدلنا على أن في حاجة مهمة جدا. هي إيه؟ هي أن في بعض ما جاء في تعليم الطب جاء عن طريق الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن احنا كأطباء مش هنفهم القصة دي. زي دلوقتي احنا مش فاهمين الحجامه. اتكلمت بعض الدقائق والثواني مع دكتوره فاضله رئيسه قسم الغدد الصماء، قالت لا انا الحجامه هذا نيفر، هذا انا احترمها واجلها واقدرها لانها ما تعرفش ما درستش. ولكن لما تدرس وتعرف وتشوف الدلائل وتشوف الخلفيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها وليه الحجامه اتقال فيها، هتعرف هتقول نعم يجب ان احنا نقنن، يجب ان احنا نبحث، يجب ان احنا نقف مع المرضى، لان سلعتنا هي المريض. السلعه الرئيسيه اللي احنا بنشتغل عليها هي المريض. اما يكون 10 20% او 15% 5% فقط من المرضى بيتعالجوا بشيء معين، انا كطبيب كباحث اقف ستاند باي وادي تعظيم سلام للمريض واقول له اهلا وسهلا بيك، تعالى لي انا هشوفك، ما اسيبوش يروح لسين وصاد في المجتمع.
هنا حضرتك بتتكلم دكتور محمد رسلان كلام رائع جدا، اللي هو بيحقق الامان، انا ببقى ضامن ده من خلال المعادله الصعبه دي. انا عندي حاجات زي الحجامه، زي الاعشاب الطبيعيه كانت بتمارس من خلال غير مختصين، لما تيجي تمارس من خلال مختص عالم بالفعل وهو طبيب بالاساس، هنا الامان بيبقى خلاص مكتمل. ده بلا شك بلا شك. احنا لو وصلنا الى النقطه دي استاذ عبد الله، لو وصلنا نقطه ان احنا نخلي المريض كله وكل ما يشكو وكل ما هو صاحب عله تحت اشرافنا كاطباء، احنا وصلنا للتارجت، وصلنا للتارجت بنسبه 100%. ما يسيبش المريض يزوغ. موضوع الطب البديل انا لا اعترف بحاجه اسمها طب وطب بديل، الطب طب واحد، وما اعترفش حاجه اسمها الطب النووي. الطب النووي عامل زي اسم لشاطئ النخيل، شاطئ النخيل تروح شاطئ النخيل ما تلاقيش ولا نخله، حي الزهور تروح حي الزهور ما تلاقيش ولا زهره. هذه اسماء مصطلحات لعناوين محدده، مش اسس علميه. وانا محضر كتاب عباره عن مباحث 14 بحث او 16 بحث فيه تاريخ الطب ككل، بدايه نشاه الطب، بدايه ظهور مصطلح الطب النبوي ومن كتب فيه. 16 مبحث هيفيد الزملاء الاطباء، هيفيد علماء الدين، هيفهموا القصه من البدايه. هنقدر نحدد ونقدر نفهم ان احنا عايزين نبدا ازاي. ولكن دعني اقول لك حاجه مهمه جدا، والكلام ده للساده الزملاء الاطباء. لو هم قروا تاريخ الطب لعهد حوالي 200 300 سنه لورا، هيعرفوا ان في حاجه اسمها النزف، العلاج بالنزف. ما زال العلاج بالنزف موجود الان، وهو ليه طريقتين ما فيش ثالث لهم. معنى ايه فندم؟ العلاج بالنزف ده في حالات محدده مثل زياده كرات الدم الحمراء او زياده الحديد في الدم، يلزم ان انا اخد من المريض دم. ده اوبليجاتوري، هذا ابسوليوتلي تريتمنت، لازم اخد من المريض دم، اخف دم المريض. ازاي؟ بخلي المريض يروح يتبرع بدم. احيانا الاخوه الافاضل اللي في قسم التبرع بالدم يقول له معلش احنا مش هناخده منك دم، دمك ما يصلحش لنا. طب المريض يروح فين؟ يروح يفتح وريده بره او يروح يعمل حجامه عند مين؟ يبقى احنا السبب في ان المرضى فلتوا من ايدينا. لا، انا بقول ان احنا نفهم شويه. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بقى في الحجامه؟ لان احنا هنختلف عليها الان. طيب هل هناك ادله وامثله لحاجات اختلف عليها الاطباء في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اقول لك ايوه، اختلف عليهم هو، ودي نص حديث فيها، اللي هو ايه؟ علاج الحمى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. هذا كلام نبوه ما يتغيرش، لا يتغير بعد 1400 سنه ما يتغيرش، وبعد 400 سنه ما يتغيرش، وبعد 1000 سنه ما يتغيرش، وبعد 2000 سنه ما يتغيرش. انظر اللي كان بيقوله جالينوس قبل الرازي وقبل سينا لموضوع ان انت تحط على المريض ميه. وليه؟ كانوا يحتاطوا جدا ان هم يحطوا على المريض ميه. ليه؟ لان بيقول لك ان المريض متكون من 4 اشياء: التراب والماء والهواء والنار، فبيعتبروا النار الناريه جزء من مكونات الانسان، ولما ينحط عليه الميه يطفيها. فبالتالي كانوا يحتاطوا انهم يحطوا على المريض ميه. بعد كام سنه بداوا يعرفوا ان لازم المريض الحمى يتعالج بالماء بعد 1000 سنه. الرسول الكريم نفسه في فتره الوفاه يعني كان صبوا علي الماء. أيوة. بكثره الحمى يعني ياخد قربه يحطها على راسه عشان يخفف ضغط الحمى شويه. هل الاطباء غيروا وجهه نظرهم سريعا بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا، اخذت فتره، اخذت 1000 سنه لما الابحاث العلميه الجديده ظهرت، وبدا نعرفوا ان في سنتر بيتحكم في درجه الحراره اسمه تمبريتشر سنتر، وبدات الحراره لما تكون اعلى من 38.5 ما اقدرش انا اعمل لها اي حاجه غير ان انا ابردها بالماء، ثم ادي حاجه انتي بايوتيك، اي حاجه مخفضه للحراره.